اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. شايفين ما شاء الله؟ شايفين البسبوسة وجمالها؟ عايزة اقولك بجد عملنا عظمة النهاردة. بس يلا قبل اي حاجة كده اعملي اللايك، لو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين ما شاء الله؟ بجد عملنا احلى بسبوسة النهاردة بمقادير سهلة جدا واقتصادية وحلوة جدا ما شاء الله. بجد هتعجبك، حتى لو مش بتظبط معاكي هتظبط معاكي من اول مرة وعلى ضمانتي. شايفين ما شاء الله؟ هي بتتكلم عن نفسها. تعالوا بقى نبدأ في المقادير بتاعتنا. تعالوا بقى نسمي الله كده ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. انا معايا نص كيلو من سميد البسبوسة اللي هو السمولينا السايب اللي بنجيبه من عند العطار. مش اللي هو بتاع المحلات الجاهز. تمام. حطيت عليه نص كوبايه من السكر، وحطيت عليه معلقتين كبار من جوز الهند. بس عايزه اقول لكم حاجه، جوز الهند هنا اختياري مش اجباري، يعني ممكن ما تضيفهاش خالص لو مش موجود عندك، مش مشكله. مش هو اللي هينجح الوصفه يعني. هقلب بقى المكونات الجافه كده كويس جدا مع بعض، وبعدين نضيف السمنه بتاعتنا. انا معايا برضو نص كوبايه من السمنه. درجه حراره الغرفه او سايحه، اهم حاجه ايه؟ ما تبقاش سخنه. تمام. كده خلاص انا ضفت السمنه بتاعتي بقى، هبسها كويس جدا. اهم حاجه المرحله دي بتاعت البس، تبس السميد بتاعك كويس جدا، ما تسيبيش حبايه سميد، الزم كله يختلط بالسمنه كويس جدا. انا كده هقلب بالمعلقه وبعدين استخدم ايدي. شايفين؟ انا ببس بصوابعي مش بايدي، بس بصوابعي كده، وببس المكونات كلها كويس جدا مع بعض. ما سبتش ولا حبايه سميد ما جاش عليها سمنه. شايفين؟ وانا ببص بقى باخد بالي لو في حاجة في الطبق من تحت موصلش لها سمنة، لأ باخد بالي كويس جدا وببسها كويس. شايفين؟ الحبيبات كلها ما شاء الله اتغلفت كويس جدا، بقت عاملة زي حبيبات الرمل على طول، زي الرملة المبلولة كده. كل السمنة اتغلفت بحبيبات السميد. شايفين؟ اللهم بارك بقت عاملة ازاي. كده خلاص بقى هضيف اللبن بتاعي. انا معايا كوباية من اللبن. دافي مش ساقع اهم حاجة، وبرده مش دافي اللي هو ساخن، لا فاتر كده، يكون فاتر معاكي. شايفين انا بقلب ازاي؟ بصوابعي، صوابعي رايح جاي، عشان ما ينفعش تعجني، لو اتعجنت هتبوظ. السميد ما بيتعجنش، احنا بس بنقلب ومش كتير كمان. اهم حاجة بس بخلي اللبن يكون وصل لحبيبات السميد كلها، وكده خلاص بقى جاهز معايا تمام جدا. انا معايا الصينية بتاعتي بقى دهنها سمنة. هنزل بقى بالمكونات. كده خلاص بقى هنزل بالسميد بتاعي واوزعه في الصينية كويس جدا. عايزة اقول لكم البسبوسة ليها اكتر من طريقة، لها طرق كتيرة جدا. دي طريقة من ضمن الطرق اللي انا جربتها ونجحت معايا وطلعت حلوة جدا. بصوا هنا انا مصغرة الصينية شوية لان عايزة البسبوسة بتاعتي تطلع عالية. لو انت عايزاها ما تبقاش عالية، تكبري الصينية شوية، بس انا حبيت السمك بتاعها يكون عالي شوية. هنا بقى كنت ايه بخبط الصينية كده خبطتين بس، حاطة فوط عشان بس الصينية ما تبوظش الرخامة. عشان ما بنخبط كده الصينية خبطتين تلاتة كده عشان الخليط يتوزع معانا كويس جدا، وتبقى كله مقاس واحد، ما تبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية. وهنا بقى حبيت اقطع كده البسبوسة قبل ما ادخلها الفرن، بتبقى احلى وبتساعدك اكتر لما انت بتيجي تشيليها بتبقى متماسكة. عايزه اقول لكم ان انا كنت مشغله الفرن قبل ما ابدا في البسبوسه وكده اللي انا اعملها، لان البسبوسه بتحب درجه حراره عاليه. انا مشغلاها على درجه حراره 200. بتدخليها رف وسط، بتشغلي الشوايه في الاخر بعد ما بتاخد لون من تحت وتستوي، تشغلي الشوايه تاخد لون اخر. وبكده بقى ادخلها الفرن. وتعالوا بقى نعمل ايه السيرم بتاعنا. انا معايا كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من الميه. طبعا اول ما السيرم بتاعنا يغلي هننزل بقى بعصرة ليمونة او ربع معلقة صغيرة خالص من السمنة، بتديها تيست حلو جدا. تمام. كده خلاص البسبوسة الجميلة بتاعتنا بقت جاهزة ما شاء الله، حلوة جدا. عايزة اقول لكم اللي احنا بننزل بالسيرم ساخن. انا عملت السيرم بعد ما دخلت البسبوسة الفرن، لان البسبوسة النوع ده بيحب يكون السيرم بتاعه يكون ساخن، يعني البسبوسة سخنة والسيرم ساخن.
وبكده بقى يا حبايبي بعد ما سِبت البسبوسة بردت تمامًا خالص، أهم حاجة نسيبها تبرد عشان لمّا نيجي نقطّعها تطلع معانا قطع متساوية وحلوة زي ما أنتم شايفين كده، وده بقى الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون خفيف كده على قلوبكم، يالّا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم سالمين حبايب قلبي.